مساء هنا وفل وياسمين ومساء الفل على الحلوين. النهارده عملنا عزومه شغل فاخر من الاخر. عدي احلام كده وانت مضلل على المكان كده ومش مخلينا نشوف حلو. عملنا تشكيله محاشي، عملنا بط، عملنا كفته، عملنا فراخ بطريقه عظمه. عملنا حاجات حلوه، شغل فاخر من الاخر. صلتوا بنا على النبي عليه افضل الصلاه وازكى السلام. يا جمال الكفته كده وهي بتتحدث عن نفسها. تعالوا بقى. غرفنا بطريقة حلوة الأكل، الحمد لله الناس كلها شكرت فيه. العزومة كانت حلوة الحمد لله، كنا مبسوطين جدا جدا بوجودكم. كان عندنا ناس من السعودية، كنت في قمة السعادة وانتم موجودين معايا. ربنا يا رب يديم المحبة ما بيننا وما يدخل بيننا شيطان أبدا. ودايما تشرفوني وتنوروني ودايما اعمل لكم الحلو كله. وطبعا كانوا جايين بخيرهم، الله يديهم الصحة والعافية، وشكرا على الزيارة الجميلة اللي انتوا جايبينها وانتوا جايين. بحبكم جدا جدا جدا. يلا بقى نسمي الله ونبدأ رحلة الطبيخ بتاعتنا. اول حاجة عملنا تسبيكة المحشي، قطعنا البصل بتاعنا ناعم في الكبة زي ما انتوا شايفين، وحطينا كمان بقى تشكيلة بهارات حلوة جدا. حطينا خلطة المحشي وملح وفلفل وكمون وكزبرة اللهم صل على النبي، السبع بهارات. وكنت حاطه كمان معاها معلقه من الدهن اللي هو المتسيح ده، طبعا انتوا عارفينه بقى وحافظينه. وكمان نزلنا عليها بمرق دجاج، وهنسيبها لحد ما تتسبك. فرمين الطماطم في الكبه علشان ما تاخدش معانا ميه كتير. وقلبنا كل الكلام ده ببعضه، وسيبها بقى لحد ما تاخد من بعضها كده زي ما انتوا شايفين دلوقتي حالا اتسبكت ومعايا بقت زي الفل وريحتها جايبه لاخر الدنيا. هنا جبنا الرز بتاعنا وحطيت عليها لحمه مفرومه. ومعرفش تقريبا كان الفيديو كان المفروض كان بيصور، بس معرفش تقريبا كان لسه كان واقف يعني ما كملش. فعملت غسلت الرز بتاعي وصفيته من الميه خالص، وده اللي كان طالع من الكوسه. وكمان حطيت عليه الصلصه والشبت والكزبره، وحطيت عليه لحمه مفرومه. وحشيت الكوسه بعد ما قورتها، حشيتها كده زي ما انتم شايفين. الحله دي هي مش كبيره، هتاخد معايا تشكيله محشي حلو. وانا اصلا كانت العزومه دي كلها اللهم بارك يا رب كانت العددين من الاتنين بس، يعني شخصين اتنين، فطبعا هم ما اكلوش يعني 2% من الاكل ده يعني. بس من حب فيهم بصراحه كنت عايزه اعمل لهم كل حاجه حلوه بامانه يعني، لان هم ناس تستاهل وناس اصحاب واجي، وربنا يبارك فيهم يا رب وما يحرمناش منهم ابدا. فعملنا كده تشكيلة كوسة على فلفل على ورق كرنب، وكانت طعمها تحفة. اللهم لك الحمد ولك الشكر يا رب. هبدأ كده أحشي زي ما انتم شايفين، واظبط الحلة بتاعتي لحد ما تخلص. ففي الأثناء دي بقى يعني أنا خلاص قلت كان عمات الله يبارك فيهم كانوا موجودين، قلت لهم كملوا بقى الحلة كده لف على ما أعمل الحاجات دي. عاملاها على بيت على فكرة، لأن كان أحمد ابن أختي هيعمل عملية في نفس اليوم، فكنت لازم هروح معاه بالليل وهاجي. المهم الوقت ما كانش هيسعفني يعني. فحبيت اعمل المحشي على بيات، واعمل الفراخ اتبلها واسيبها في التلاجة، وكمان اعمل الكفتة معايا واحدة واحدة كده، هنمشي واحدة واحدة. يعني كل الشغل ده كان بالليل، حتى هو تحت عند حماتي، وبعد كده هتلاقوا بقية الفيديو فوق عندي في الشقة. تمام تمام. عصرنا طماطم وبصل وفلفل في الكبة ناعم زي ما انتم شايفين، وحطينا عليه دبس الرمان ومعلقة عسل ابيض، وحطينا عليه السبع بهارات وبهارات فراخ وملح وفلفل وكمون وكزبرة، ومعلقة كمان من كبسة الرز، وحطينا معلقة من الكركم، وحطينا اهو دي السبع بهارات برضو. المهم عملنا تشكيلة من البهارات حلوة جدا. دي من الحاجات اللي بحب الفراخ بصراحة، بحب ادلع فيها البهارات شوية، ما بتغيرش معايا الطعم، بل بالعكس بتزيدها حلاوة. لو اللحمة اعرفي ان اللحمة بتاعتك مش عايزة الا خطوتين اتنين بس، ملح وفلفل. تمام تمام. صلت بينا على النبي عليه افضل الصلاة وازكى السلام. بتشوفيني من على قناة ظل، ما تنسيش متابعة ليا وتشاهدي الفيديو وتقولي بتشوفيني من اي بلد، سيبي لي كومنت حلو زي كده. لو شاركت الفيديو ده على يوميات واكلات احلام، ادخلي على الفيديو نفسه وافتحيه بعد اذنك فضلا وليس امرا، تفتحيه وتبداي تشوفيه من على قناة ظل نفسها علشان يتحسب لي المشاهدة، وربنا يفك عقدنا ان شاء الله. جبت الفراخ معايا غسلتها حلو جدا بملح وخل وليمون وظبطتها جدا، وعملت فيها فتحات كمان. وهبدأ مش عارفة انا شغالة بالمعلقة ليه بصراحة، بس دلوقتي احلام هتظهر يعني. شغل المعلقة ده انا ما بحبوش. اهو هو كده، دي كده احلام بتتبل فراخها، غير كده مش انا. تمام تمام. مم. كده بقى وايه، وهنسيبها في التلاجة لحد الصبح. سلام عليكم. روحي بقى الفراخ في جنب. وكده ما شاء الله كملنا بقية الحلة بتاعتنا،
وهنسيبها كمان على جنب. تعالوا بقى اما نعمل الكفتة بتاعتنا. جبنا زيادة عن نص كيلو لحمة، يعني كان كيلو، خدنا منه شوية للمحشي، حتة للمحشي والباقي عملناه. حطينا بقى معلقتين من الدقيق، معلقة كبيرة من النشا، نص معلقة من البيكنج باودر. حطيت بصلة مفرومة وصفيت منها المية بتاعتها. حطيت فلفل اسود، حطيت معلقة كزبرة على شبت مفروم زي ما انتم شايفين كده. حطيت ملح وفلفل اسود ونص معلقة صغيرة من السبع بهارات بس، ما حطيتش اي بهارات اكتر من كده. واديله ايدي بقى لحد ما نعجنها كده ونشوف الالياف بتاعتها طالعه زي ما انتوا عارفين بقى. خلاص احنا بقى بقينا اكبر من ان احنا كل مره نقعد نقول نفس الكلام. ويلا على التلاجة، يلا نسمي الله بقى ونبدأ شغل بكرة ان شاء الله. كده بقى انا طلعت فوق عندي وبدأت عملت الفرشة بتاعتنا طماطم وفلفل و بصل، ونزلت عليها صبعتها كده زي ما انتوا شايفين التصبيعة الجميلة دي. وهبدأ احطها في الفرن او على البوتاجاز. تمام تمام. وعملنا بقى رز مبهر، والفراخ بتاعتنا سويناها، وعملنا فحم لدي ولدي ولدي ودي، وعملنا بطه كمان بالطريقه الدمياطي نزلتها معاكم كتير، ما حبيتش اطول في الفيديو واعمل وابدا اشتغل كتير. عملنا مع بعض حبه ملوخيه يستاهلوا بقكم ما شاء الله اللهم بارك. ده كان اكل العزومه بتاعتنا النهارده. يا رب يكون الفيديو بتاع النهارده عجبكم. ما ننساش لايك وشير الفيديو. لو بتشوفيني من على اليوتيوب تعملي اشتراك للقناه، ولو بتشوفيني من على ظل تعملي متابعه، وتسيبي لي كومنت حلو. بحبكم في الله، وسلام عليكم.